تخيلي طبق عادي وجبس ابيض نعمل بيهم ركن شموع شيك جدا، كأنه متجاب من محل ديكور. استني الاخر وشوفي التحول هيبقى عامل ازاي، الفرق قبل وبعد هيصدمك بجد. هنعمل مع بعض ركن شموع شيك جدا بأبسط خامات ومن غير ما نشتري ديكور غالي. هجيب طبق غويط زي ده وجبس ابيض ومية. قبل ما اخلط اي حاجة هدهن الطبق زيت كويس عشان اعرف افصل الجبس بسهولة بعد ما ينشف، وهعمل الخلطة جوه الطبق نفسه عشان اظبط الكمية بالظبط. بعد ما احط المية هحط الجبس واحدة واحدة لحد ما اوصل للقوام المناسب، لا هو سائل قوي ولا تقيل قوي، القوام اللي يطلع لي الشكل مظبوط. وبعد ما اظبط الخليط بتاعي وبقى متماسك شوية هجيب طبق اصغر شوية واحطه في النص عشان اعمل تجويفة للشمع. هوسطن الطبق الصغير كويس في النص عشان يطلع معايا مظبوط واسيبه ينشف خالص. بعد ما نشفت، وطبعا سبتها يومين على ما نشفت، طلعت الطبق الصغير منها، بقى عندي الشكل ده. دلوقتي بقى جه مرحلة الجمال، هستخدم الوان اكريليك، وممكن طبعا تستخدمي الوان سبراي لو حابة. انا اخترت اللون الاسود عشان يدي فخامة كده وشياكة، ولو حابة تسيبيها زي ما هي عادي برضو، او تختاري اي لون انت حباه واللي يناسب بيتك طبعا. هجيب اي حاجة عشان احط فيها اللون بتاعي، وهنا جبت المدقات الصغيرة دي، ولو عندك فرشة طبعا يبقى افضل بكتير. طبعا حطيت ورقة تحت عشان احافظ على المكان من بهدلة الالوان، وعموما الالوان الاكريليك طلع بينشف بسرعة وما بيعملش بهدلة قوي. بدأت الون وبصراحة الشكل بدأ يبان وشيك جدا. وتشكيل الالوان طبعا حسب ذوقك انتي وحسب الديكور اللي بتعمليه في بيتك. بعد ما خلصت بقى بالشكل ده، بصراحة بقى تحفة جدا. نيجي بقى للتزيين. التزيين ده يبقى حسب ذوقك انتي، ممكن لولي او برونز او شريط زينة اللي انتي حباه. انا اخترت اعمله بلون ذهبي. جبت اللون وسفنجة، عملت لمسات عشوائية خفيفة عليه كله، واداله بصراحة يعني شكل شيك جدا ورهيب. هوزع بالسفنجة كده عليه كله زي المدقات كده او مدقة صغيرة خالص. هعمل عليه كله بطريقة عشوائية جدا. اهو بدأ يظهر، شكله بقى تحفة بجد. ده الشكل النهائي بتاعه بعد ما خلصت. وممكن احطه كده لوحده برضه يبقى شكله حلو جدا. وممكن كمان ابدل اللون الذهبي ده بلون فضة او لون اي لون تاني انت حباه، او اي تزيين تاني انت بتختاريه. وبعد كده هجيب اللي هي الحجارة الصغيرة برونز كده. اخترت اللون الاسود الشكل ده، برضو شكله تحفة جدا. والحجارة دي في منها جميع الالوان حسب ذوقك انت طبعا، وممكن تبدليها باي حاجة عندك. وجبت شمع الكتروني حطيتها في النص كده. بعد ما حطيت الحجارة كلها حوالين الشمع بقى عندي احلى ركن شموع بسيط وانيق جدا. لو عجبتك الفكرة وبتحبي افكار ديكور سهلة زي دي، اعملي لايك للفيديو وما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من كل يوم جديد.